سلام سلام حبوباتي، بعد ما نصلوا ونسلموا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جيتكم اليوم فيديو جديدة، راح نشارك معكم طبق البرانية اللي هو طبق جزائري من زمان. اللي تعرفوا تخلي لي في لي كومنتير، ويلا معنا نشارك معكم الوصفة. هذا الطبق هذا هو يجي غير بالثوم والحميصه واش راح نوريكم مكونات. بصح انا زدت هاد الحبيبه تاع البصل الصغيره باش تعطيني هذيك الختاره لهذيك المرقه ديالي. وحبيتها تكون فيها هاد المكون هذا اللي هي حبه بصل صغيره كامل. تحبوا تستغناو عليها استغناو عليها، لانه المكون الاساسي ديالها هو الثوم. عندي نص حبة بصل صغيرة قطعتها مرصوات صغيورين كيما راكم تشوفوا فيها. عندي راس تاع الثوم كامل يعني مسكرفج، واللي زيبيس هنايا نسحق كرويه وفلفل الكحل هذا ما كان. كاين اللي يحب يديرها بالدجاج، كاين اللي يحب يديرها باللحم، هي الاصل تاعها يجي باللحم. كاين اللي يحب يديرها بالدجاج كيما راكم تشوفوا هكايا. عندي افراد الدجاج على حسب افراد العائله. عندي زوج مغارف يكونوا كبار معمرين تاع الخل، والحميصه كيما قلت لكم طيبتها بصح ما طابتيش مليح مليح، يعني راني نديرها في اول الطياب ديالي. نسحق شويه تاع السمن وشويه تاع الزيت في الطنجره ديالي. نحط عليه هذوك الثوم هذيك راح نقسمها على زوج. قلت لكم راس كومبلي يعني يكون معمر هكا، راح نقسمها على زوج. هذيك الثوم راح نحط عليها فلفل كحل كرويه. هادو هما لي زيبيس اللي فيهم كامل. وراح نحط عليهم هذاك الدجاج ديالي ولا اللحم ديالكم كل واحد كيفاش. آه، دوك نحط عليهم لي زيبيس اللي هي كرويه وفلفل الكحل كيما قلت لكم. نزيد الحميصه مع البدايه كي نحطها تتقلى، ومن بعد هذيك تشوفوا معايا يعني الطريقه ديالها كيفاش باش تطيب. هذه هي كيما شفتوا معايا. حطيت كامل هذوك لي زيبيس اللي قلت لكم عليهم. دوك هذاك الدجاج مرصوات راح بعد ما طيب لي وكامل تتقلى لي باش نحط عليه هذوك باش نحط عليه هذاك البصل اللي شفتوه معايا. حطيت تاني زوج مغارف كبار تاع الخل اللي شفتوهم. وهنايا بعد ما تقلى لي هذاك الثوم قبل ما يتحرق لي كيما على بالنا الثوم تمتم يتحرق، حطيت عليه البصل دبل لي البصل وكامل. هنا جيت مرقت وخليتها تطيب على غردها. نجوزو ليطاب الدوزيام ديالها اللي هي نسحقوا فيها لا شابلور. زوج مغارف تاني تاع الخل، 4 حبات تاع البيض، الكميه تاع الثوم اللي خليتها. نسحقوا الملح، نسحقوا لاصوص اللي طابت لنا نحيت منها غراف ونص. ونسحقوا لي زيبيس كيف كيف كرويه فلفل الكحل والملح. الملح ما تنساوش في المرقه، انا باش ما نخبيش عليكم نسيت الملح في المرقه. هذه هي. نحط عليه هذاك الثوم، نضرب هذاك البيض مليح، نحط عليه هذوك الثوم، نحط عليه هذوك زوج مغارف تاع الخل اللي شفتوهم معايا. نحط عليهم تاني هذيك لاصوص اللي طابت لي ونحيت منها قلت لكم غرف ونص. نحط فلفل الكحل الكرويه والملح بطبيعه الحال. هكذايا نخلط كاع هاد المكونات مع بعضاهم هكا. نخلط كامل المكونات مع بعضاهم ومن بعد نبدا نزيد في لاشابلور تاعي غير بالعقل. كانوا ناس بكري يعني كانوا يحطوا لاشابلور هي الاولى ويبداو يضيفوا في البيض على حساب افراد العائله. كانت تاخذ لهم البيض حتى 10 حبات 12 حبه سا ديبون. دوكاتيك انا حطيت لكم هذا البيض هدايا هكذا نخلطوا ومن بعد حنا نتحكموا في لاشابلور ديالنا كيما راكم تشوفوا. حنا نتحكموا في لاشابلور ديالنا، ما تجي ثقيله ما تجي خفيفه بزاف. كاين تاني دوكا ديك هنايا بعد ما درت لا شابلور شتها شويه يعني يبست لي شويه ماشي كيما لازم لي هكا. راح نجيب المول ديالي ندهنو كامل بالزبده كيما راكم تشوفوا باش ما يلصقليش. درت لها لمسه عصريه ومن بعد جبت شويه تاع المرقه ديالي عاود جبت شويه حطيت عليها ودرت لها لا ليفر هذه لازم باش في الفرن ولا في اي كاين اللي يديرها في بلا نورمال هكا. وكل واحد كيفاش يديرها. انا درت فيها لمسه عصريه اللي درتها في المول تاع الموسكوتشو. وزدت لها شويه تاع الفرماج رابي هكا من الفوق كيما راكم تشوفوا. هاوليك القوام اللي نتحصلوا عليه. حطيتها كامل في المول ديالي سطحتها وكامل باش من بعد كي ندخلها في الفرن. هذيك لا ليفر راح نطلعها لي شويه كيما راكم تشوفوا هكا بهذه الطريقه. وهاوليك الشكل النهائي ديالها. هنايا شبحتها هكا قطعتها شبحتها درتها هكا في بلا اللي نقدر نستقبل به الضيوف ديالي. هنايا حبوباتي باش نقول لكم كانت هذه اول استقبال الضيفه اللي هي بنت خالتي جاتني. ما شاركتش معكم يعني الوصفات ولا حبيت ندير لكم هذه وصفه البرانيه وحدها
وهنايا راح نشارك معاكم الأطباق واش حضرت لها للنهار تاع اليوم هدايا، اللي كانت بنت خالتي نقولها مرحبا بك وإن شاء الله تكون عجباتك الماكلة وعجبك الاستقبال ديالي. كانوا هادو كامل تحضيراتي الاستقبال تاع البنت الخالة ديالي. هذه هي. هنايا كانوا هادو التحضيرات البسيطة كيما راكم تشوفوا. كيما ملفة دايما نشارك معاكم وكل يوم هاكا. أنا راني نوجد في الطابلة معاكم ومن بعد هاتيك نعاود نولي لكم تشوفوا الأطباق ديالي. كانوا هادو هما أطباقي وهذا هو توجدي. أول حاجة بديت بها هي شلاضة تاع الفلفل، كنت درت المطلوع بطبيعة الحال. لي صالي كنت درت لي ميني برجر، درت لي كورني ودرت البيتزا تاني. هذا هو الطبق تاع البرانية اللي شفتوه معايا. هذه كانت الشريبة، البوراك، يعني هذه هي الطاولة تاعي. نتمنى إن شاء الله تكون نالت الإعجاب ديالها وتكون هاد لا فيديو نالت الإعجاب ديالكم واستفدتوا معايا بهذا الطبق هذا اللي إن شاء الله ديروه في رمضان هدايا، باسكو دوك تبدا ايامات ونبداو نحيرو واش نطيبو ونحيرو واش نديرو من كثرة الماكله تبدا تتعاود. كان هذا هو الطبق البرانية شاركته معكم لحظة بلحظة. راح تاني نشارك معكم السهرة اللي كنت وجدتها لها. الله غالب ما قدرتش نشارك معكم كامل هذوك لي غوسات وكامل، مي كان هذا هو السهرة ديالي. كنت درت فلون بالفاني والشوكو، درت تاني سالاد دو فروي، درت لي تارت. كانت هذه هي السهرة اللي تاعي الخامس يوم من رمضان. هذا هما الأطباق توعي اللي حضرتهم معاكم. ما بقى لي غير نقول لكم الا جات لا فيديو وشفتوها عجبتكم، الا كنتي مشتركه جديده، ولا عجبتك القناه ما عليك غير تابوني تفعلي الجرس باش يلحقك جديد. وانتم حبوباتي ما تنسونيش بلي جيمو لي كومونتير شابين كيما نتوما، ونقول لكم نتلاقاو فيديو الجايه. سلام.